حد اعرفه بدأ شغل في شركة ما من حوالي 5 6 سنين كده في 3000 جنيه. ده كان مرتبه، وكان بيقول لي الجملة الشهيرة: مع الوقت هكبر معاهم. عدى الوقت وعدت السنين، والراجل ده بقى ماسك مسؤولية تقيلة جدا وشغل تقيل جدا معاهم، وبقى أول واحد يطلب وقت ما يحصل كارثة. بقى بيدرب الناس الجديدة، ومرتبه وصل ل 6000 ونص. في نفس الوقت الشركة عينت موظف جديد تقريبا بنفس المسؤوليات بنفس كل حاجة الراجل ده بيعملها، ولكن ب 9000 جنيه. وصاحبنا القديم موجود وما خدش الرقم ده. استغرب وراح اتكلم طبعا مع الإدارة. قال لهم: أنا مش طالب رقم كبير، أنا بس حتى عايز أوصل ل 8000 جنيه. قالوا له: لا، اصل انت عارف الظروف بتاعت الشركه، واصل التيت والشريط. بعد شهرين الراجل ده مشي على اوفر ب 12000 جنيه في مكان تاني. الشركه نزلت اعلان انها بتدور على حد بنفس الكواليفيكيشن من 13 ل 15000 جنيه، يعني اكتر من اللي الراجل ده كان طالبه. يعني الشركه كان عندها استعداد ان هي تدفع اكتر، ولكن لشخص جديد، مش للشخص اللي شايل شغل فعلا جوه الشركه، ومش هتحرق معاه ولا وقت تعلمه ولا وقت تعرفه على الناس ولا وقت لسه يفهم ثقافه وكالتشر الشركه عامله ازاي. الكلمتين دول موجهين للشركات. ناس بتمشي لما بتحس ان مسؤولياتها زادت وتقديرها ثابت زي ما هو. الناس بتمشي لما الشركات بتحس ان وجودها فعلا بقى مضمون، فبتدوس على وشهم. الناس بتمشي لما بتحس ان الحاجه اللي كانت بتقدمها اكسترا بقت شيء متوقع وحق مكتسب للشركه. الفلوس مهمه، التقدير مهم، انك تاخد بالك من الناس بتاعتك اول باول اهم واهم. انا بتاع شغل، تابعني عشان بنزل وظايف كتير.